جنب طبق الفول والفلافل السخنه لازم يبقى معانا بتنجان مخلل. النهارده هقولك على كل تركاته واسراره اللي يخلي البتنجان معاكي باللون دوت وطعمه خطير، مش هتضطري تشتريه تاني من بره. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه وانا بشتري البتنجان بحاول اشتري البتنجان كله مقاس واحد عشان كله ياخد نفس التسويه. هبدا اشيل الحته الخضراء اللي فوق دي بايديا، مش هستخدم السكينه. هجيب بقى الحله بتاعتي واخلص كل كميه البتنجان اللي انا هستخدمها. انا كده خلصت كل كميه البتنجان اللي معايا. هنزل بقى بكميه الميه المناسبه اللي تغطي البتنجان. انا كده حطيت الميه المناسبه للبتنجان. بقى هجيب غطا حله اصغر من الحله او طبق واحاول ان انا اغطي البتنجان كله علشان مش عايزه البتنجان يطلع على الوش وياخد نفس التسويه. هرفعه على نار 5 دقايق بس، مش عايزاه ياخد سوا كتير، 5 دقايق بس. قبل ما البتنجان بتاعي بقى يستوي هجيب الكبه بتاعتي واجيب راس توم، 3-4 قرون فلفل احمر سبايسي او بارد حسب ما بتحبي، معلقه ملح، هنزل بليمونه، هضرب بقى كل الكلام ده مع بعضه. انا كده التتبيله بتاعتي جهزت. هبدا بقى ان انا احط كميه الليمون المناسبه لكميه البتنجان، وكل ما تكتري الليمون كل ما هيخلي البتنجان طعمه احلى ويديك اللون البينك اللي انت بتحبيه في البتنجان. كمان معلقه خل، معلقه زيت عشان يديكي اللون اللمع للبتنجان. اظبط بقى الملح بتاعي. كده التتبيله بتاعتي جهزت، ريحتها خطيره وطعمها كان تحفه قوي. والبتنجان بتاعي استوى 5 دقايق بس على النار، مش عايزاه يتهرى. اول ما البتنجان بتاعي ياخد وقت على النار 5 دقايق هبدا اشيله على طول من الميه السخنه. ما ترميش الميه دي، هقولك هنعمل بيها ايه برضو. هفتح بقى البتنجانيه كده لونها ابيض من جوه ما اسودتش، احشيها بقى بالتتبيله بتاعتي دي واخلص كل الكميه دي. وكمان انا نسيت اقولك في الاول والمقطع ده ما تصورش، انا مع البتنجان حطيت كام قرن فلفل سبايسي وهما بيتسلقوا. كمان برضو الفلفل هنزله في التتبيله كان طعمه خطير. فضل بقى معايا شويه تتبيله. هجيب بقى هزود عليهم برضو ليمونتين ومعلقه زيت عشان يدي لمعه البتنجانيه من بره. الميه بتاعتي بقى اللي انا سلقت فيها البتنجان هنزل اسيبها تبرد الاول وبعد كده انزل بيها على التتبيله واقلبها كويس قوي، واظبط برضو الملح بتاعها عشان احنا مزودين هنا ميه. الخطوه دي مهمه قوي، لازم تظبطي الملح بتاع الميه اللي انت هتزوديها للبتنجان عشان البتنجانه بتاعتك ما تطلعش عدبه. كمان هعصر ليمونتين 3. كل ما تعصري ليمون كتير على تتبيله البتنجان بيخلي لك لون البتنجان بينك كده وطعمه حلو قوي. انا ظبطت الميه بتاعتي وظبطت الليمون وظبطت الملح. همسك بقى الميه دي كلها احطها على البتنجان واسيبيها بس ساعه في الميه دي. اوعدك ان لون البتنجان هيطلع معاكي باللون البينك ده وطعمه خطير. الطريقه دي بتخلي البتنجان طعمه معاكي اللهم بارك تحفه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو تنسينيش في اللايك والشير وصلي على الرسول في الكومنتات وربنا يحسن ما بين ايديكم.